السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو نتحدث عن قوائم التشغيل. يعني شو نستفاد من قوائم التشغيل وكيف نعمل قوائم التشغيل ونخلي نشوف بالاستوديو اليوتيوب كمان شو نستفاد من قائمة التشغيل. هذا القوائم التشغيل هون أنا عامل لكم قائمة تشغيل. أول شيء تدخل على فيديوهاتك من قناتك. هذا الفيديوهات دخلنا عليه. مثلا كيف تنشأ قائمة تشغيل. ماشي. ندخل على هذا الفيديو تحت. خلي شوي نرفع الفيديو حتى يبين. تحت حفظ فيديوهات في قائمة التشغيل. فتحنا تحت هذا علامة زائد إنشاء قائمة تشغيل جديدة. مثلا تدخل هون الاسم. تعمل اسم مثلا أي اسم. مثلا أنا مثلا شو أكتب. أنا الكيبورد تبعي كله بالإنجليزي. أكتب لي كم حرف. ماشي. أنا هيك مثلا هذا كلمة أكتبها. هذا علني هون مكتوب علني. ماشي علني. وهذا الإنشاء تحت. شايف الإنشاء. هذا نضغط عليه أصبح لدينا قائمة تشغيل جديد وفيها فقط هذه الفيديو. ماشي. خلينا ندخل على قائمة التشغيل. هو هذا حاليا أنا كتبت هذا الاسم وهذا قائمة التشغيل. كيف نضيف فيديوهاتنا على هذه القائمة. إيش قد ما تقدر تعمل قوائم التشغيل. إيش قد ما تقدر. وندخل على هذا الفيديو الثاني. حفظ في فيديوهات قائمة التشغيل. محفوظ في فيديوهات قائمة، ولكن في فيديو جديدة القائمة التشغيل الجديدة ما محفوظ. ندخل على هذا نضغط عليه ضغطة واحدة وخلاص. ندخل على قائمة التشغيل نشوف هل هو موجود. أصبح فيديوين. ايش قد ما تقدر اعمل الفيديوهات قائمة التشغيل. يعني جمع كم فيديو بقائمة التشغيل. كل قائمة مخصص للشغل. مثلا معجنات بالمعجنات. مثلا الطبخ للطبخ. يعني عندك مثلا تعليم للتعليم. خلي كل القوائم التشغيل. خلي ندخل على استوديو اليوتيوب ونشوف شو اللي نستفاد من قائمة التشغيل هذا. ندخل على استوديو يوتيوب. هذا استوديو يوتيوب. ندخل على الإحصائيات. دخلنا على الإحصائيات نضغط عليها. يفتح لنا هذا القائمة. ندخل على التفاعل. ندخل على التفاعل. ننزل تحت. ننزل تحت. تحت. شوف هذا قوائم التشغيل. أهم قوائم التشغيل خلال 28 يوم. يعني هذا أحد قوائم التشغيل. شوف جاب المشاهدات كيف 77.6%. هذا القائمة كمان جاب. يعني القوائم التشغيل كمان من ضمن فيديوهات المقترحة عند اليوتيوب. يعني يقترح قائمة تشغيل كامل اليوتيوب. ماشي. يعني فيها 10 فيديوهات 15 فيديو. أي أحد مثلا يدخل. هاي النقطة. هاي نقطة من أهم القوائم التشغيل اللي تستفاد منه بهذه الطريقة. النقطة الثانية ندخل على كيف نجيب مشاهدات من طريق قوائم التشغيل. ماشي. ندخل على فيديوهاتنا ونضغط على هذا التفاصيل التعديل أو القلم هذا. ماشي. فتح لنا هذا الفيديو. ننزل تحت. أنا ضايف هذا بالقوائم التشغيل كله. شايف هذا قائمة تشغيل الجديد. حلي أضيفها كمان من تحت. تم. هاي نستفاد منه. الشاشات النهائية. هذا الشاشات النهائية بآخر كم ثانية في الفيديو تبعك تطلع 4 فيديوهات أو 3 فيديوهات مع الاشتراك مثلا. كيف نعمل هذا؟ نختار أول شيء. هذا بس تظهر بآخر ثواني الفيديو. بآخر ثواني الفيديو. العنصر الفيديو اللي حببه اليوتيوب هو اللي أفضل عنده.
وثاني شيء نفس الشيء ندخل على أو من هون الزائد كمان قائمة التشغيل موجود، أو العنصر هون فوق ما في مشكلة. نضغط على قائمة التشغيل. هذا قائمة التشغيل فتح معنا ماشي. أنا مثلا أخلي هذا تظهر بآخر الفيديو. قائمة تشغيل آخر أخلي هذا كمان. أصبح 3. بهذا الشكل مثلا أريد الناس يشترك بقناتي يشوفون آخر لحظات ويشتركون بقناتي، يقدرون يضغطون على هذه العلامة. شايف العلامة بالعرض والطول؟ مثلا إذا تبعت هذا يكون علامة مربعة، إذا ضغطنا عرض مخطط البطاقة يكون في الطول ماشي. ما في فرق، كل ما هنالك هذا بآخر الفيديوهات تطلع. الحفظ نضغط على حفظ، هذا بآخر كم ثانية من الفيديو تبعه. والنقطة الثالثة البطاقات. نضغط على البطاقات. هذه البطاقات هذا العلامة الأبيض دائما تطلع فوق في الفيديو. مثلا أنا أخلي هون، تخلي مثلا مسافة، عندك 5 بطاقات. أدخل على فيديوهات، أنا اللي أختار أحد فيديوهاتي مثلا أفضل موقع، وأعطي فاصل آخر. أدخل على هذه المرة على قائمة التشغيل، أخلي فيديوهاتي قائمة التشغيل ماشي. وأدخل هون حتى إذا أي أحد دخل على فيديوهاتي يشوف رأسا يدخل على قائمة التشغيل. يمكن الفيديو اللي هو دخل عليه ما عجبه يشوف فيديو الآخر بقائمة التشغيل. يعني تقدر كل مسافة ومسافة تخلي فيديو، وتدخل على قائمة التشغيل تخلي أحد فيديوهات. وهذا 5 بطاقة أنا أخلي ماشي. هذا 4 أنا خليته شايف. ونعمل حفظ فوق. هذا شايف العلامة هذا تطلع هون العلامة شايفينها دائما الفيديو يطلع لك علامة فوق. هذا كملنا البطاقات الشاشة النهائية والقوائم التشغيل. ندوس على حفظ ماشي. هذا هو. هلا ندخل على هذا الفيديو اللي عملناه القائمة التشغيل. خلني نشوف كيف شغال البطاقات ماشي. شايف هذا العلامة هون فوق؟ خلينا نشوف. يعني دائما يظهر لك البطاقات. إذا نضغط على هذا ندخل على هذه الفيديو اللي تظهر له عند المشاهد. دائما هذا يطلع له يعني كل مسافة ومسافة يطلع له شكل فيديو بهذا الطريقة. نروح على آخر ثواني نقدم الفيديو. خلينا نشوف الثواني الأخيرة اللي حفظنا. شوف هذا بآخر الثواني ظهر لنا الفيديوهات. شايف؟ إذا أي أحد بده بعد ما كمل هذا الفيديو يدخل على هذا يدخل على هذا أو يعمل اشتراك. شايف؟ يعمل اشتراك. يعني من هذا القوائم التشغيل تستفادون منها كثير كثير كثير. حاول بأنه ما تتخلى عن هذه القائمة التشغيل أبد. كل ما تقدر اعمل قوائم التشغيل. خليك عندك 20 100 قائمة تشغيل تستفاد منها كثير من المشاهدات والأرباح والساعات والمشتركين. تستفاد منها كثير كثير كثير. إن شاء الله أشوفكم في فيديوهات القادمة، ولا تنسونا باللايك والاشتراك من فضلكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.